هلو هلو، انا بوسي طه. هعمل معاكم النهارده احلى واسهل وصفه للجلاش بطريقه سهله وسريعه، ومش هتاخد في ايديكم اكتر من نص ساعه، وهيطلع معاكم بالحلاوه دي، وهيطلع معاكم مقرمش وخطير. يلا بينا نبدا مع بعض الطريقه. انا معايا لفه من الجلاش، اي نوع انتوا بتحبوه عادي اشتغلوا فيه، وبكون مطلعاها من الفريزر قبلها بنص ساعه عشان يلحق ان هو يفك معايا. ما تشتغلوش فيه خالص الا لما يفك معاكم خالص علشان خاطر ما يتكسرش منكم. هبدأ بقى ان انا اقسم اللفة بتاعتي كده على نصين، يعني لو اللفة فيها 10 ورقات بقسم النصين 5 و5. ببدأ بقى ان انا اقطع الجلاش بتاعي كده، ببدأ اقطعه بالطول وده بيكون حجمها، يعني الورقة معايا بتتقطع كده على 5 عواميد. بعد كده ببدأ اقطعهم تاني بالعرض، بيتقطعوا معايا على 4 قطع، وبالشكل ده ببدأ اقفل كده الجلاش زي السمبوكسة كده، وبفضل اعمل كده لحد ما اخلص بقى كل الكمية اللي معايا. بقفلها كده على شكل سمبوكسة، طريقة سهلة وسريعة وبجد مش هتاخد في ايديكم وقت خالص. ده بيبقى شكلها. هخلص كل الكمية بقى كده وهعملها كلها سمبوكسات، وفي الوقت ده بتكونوا مغطيين باقي الجلاش بتاعكم عشان خاطر ما ينشفش منكم، لان الجلاش لو اتعرض معاكم للهواء بجد بينشف منكم وما بتعرفوش تستخدموه خالص. هبدأ بقى ابتدي في النص التاني بنفس الطريقة، ممكن تقطعوه بالطول او العرض. انا لما قطعتها بالعرض عملت معايا 3 مكعبات. هتبدأوا بقى ترصوه في اي صينية عندكم بالشكل ده كده. في الوقت ده بتكونوا مسيحين شوية حلوين من السمنة، وهتبدأوا بالفرشة كده تدهنوا كل الجلاش بتاعكم وتحطوا سمنة كتير، وما تخافوش مش هيطلع معاكم شارب سمنة خالص، انا عايزاه يطلع مورق، فعلشان كده لازم نحط له سمنة كتير بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا عايزة القطعة الواحدة تكون متغرقة سمنة كده علشان خاطر تعمل معاكم التوريقة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. وما تخافوش بتدخلوا الصينية الفرن، ولو فيها اي سمنة بنصفيها بعد ما بتطلع. هيدخل الفرن معاكم على نار عالية لمدة 10 دقايق ومش هياخد معاكم سوا. حابين بقى ان احنا ندلع الجلاش كده شوية، هنعمل له كريمة بالمانجا. هضيف كده كيسين من الكريم شانتيه، وممكن تستخدموا الكريمة السايبة عادي. هبدأ انزل عليها بقى بمانجاية مقطعاها قطع صغيرة، وربع كوباية من اللبن. انا مش هضيف الخليط كله، انا بضيف الخليط كده بالتدريج، ولو حسيت ان هو محتاج معايا ببدأ اضيف. ببدأ اضربه كده بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقايق. لو انتوا مش عندكم مضرب كهرباء ممكن تضربوها في الخلاط او في الكبة. هنا كان محتاج معايا تاني. انتوا دايما ما تضيفوش السوائل مرة واحدة علشان خاطر تطلع الكريمة معاكم ناجحة. هنا خلاص قطع المانجا بدأت تختفي خالص وتدوب معايا كده في الكريمة. هو ده الشكل المطلوب. بصوا القوام بتاع الكريمة عامل ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. تبقى ماسكة نفسها كده عشان خاطر تعرفوا تشكلوها. لو هي مش ماسكة نفسها ممكن تحطوها في الفريزر نص ساعة وبعد كده تبدأوا تشتغلوا فيها. هنا خلاص الجلاش طلع من الفرن، بس لونه خطير ازاي. هبدأ اضيف عليه شربات، مش بتضيفوا كتير، يعني ممكن تضيفوا معلقة صغيرة على كل قطعة بس من الجلاش عشان ما يبقاش مسكر معاكم، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا كده حاجة لذيذة ويبقى مقرمش معاكم. انا دايما ببقى عاملة شربات واحطها في التلاجة علشان خاطر لو احتاجته في اي وقت او في اي وصفة يبقى جاهز عندي. لو انتوا محتاجين الطريقة ممكن تسيبولي في الكومنتات. هبدأ بقى ان انا امسك الجلاش كده وافتحه بالراحة خالص علشان خاطر ما ينكسرش معايا، وهبدأ بقى ان انا احشيه كده. انا هنا هحشيه كاستر. لو انتوا محتاجين الطريقة ممكن تشوفوها في الفيديو بتاع الاكلير، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في الديسكريبشن. انا عايزاكم تشوفوا الحلاوة بجد. تحشوه بقى كده بالطريقة دي بجد بيطلع معاكم لذيذ كده، وبجد بيبقى خفيف قوي بطعمه خطير، وبيطلع معاكم زي بتاع بره كمان واحلى. هبدأ احشيه بقى بكريمة المانجا اللي احنا عملناها، بس بجد بيبقى شكلها خطير ازاي، وبيبقى طعمها احلى بكتير. ده شكل الجلاش بعد ما خلصناه. انتوا ممكن تقدموه بقى بالطريقة اللي انتوا حابينها. وده الجلاش الكاستر بجد شكله خطير وطعمه خطير. انتوا متخيلين اصلا جلاش كده مقرمش وخطير ومعاه كريمة بالمانجا او كاستر؟ انتوا متخيلين بجد الحلاوة والطعامة؟ بصوا بجد خطير ازاي. هيطلع معاكم احلى من بتاع المحلات، وسهل وسريع ومش هياخد في ايديكم اكتر من نص ساعة.
وبجد أسهل وأحلى طريقة ممكن تعملوها. اسمعوا بقى كده صوت القرمشة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وشير للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتبعتوها لأصحابكم.